منذ أن خلق الله هذه الأمة من عهد الخلفاء إلى عهدنا هذا، وعلماء الأمة الراسخون في العلم وأهل الحكمة والدراية لا ينسون ولي أمر المسلمين أو المتصدر أو المتنفذ في أمر الناس من الدعاء، فيدعون له دائما، وخاصة دعوة دائما نسمعها احنا وانتم، يقولون اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واكفه البطانة السيئة التي تدله على الشر وتعينه عليه. هذه الدعوة في حق ولي الأمر أو الخليفة أو الملك أو الأمير، لكن هل نحن نحتاجها أيضا في وسطنا الاجتماعي؟ نعم والله نحتاجها لكل من ولي أمر الناس أن يصلح الله بطانته. والبطانة المقصود بها الأشخاص القريبين من هذا الشخص اللي دايم يخاونه ودايم يجالسونه ويسمع رأيهم ودايم هم حواليه ودايم يسافرون معه، هؤلاء هم البطانة. فحنا نسأل الله أن يصلح البطانة لكل الناس، وخاصة من تصدر في أمور الناس، مثل شيخ القبيلة أو عمدة الحي أو مدير الدائرة أو مشرف الرحلة أو حتى مشرف الجروب. كل من تصدر أمر الناس نسأل الله أن يصلح بطانته، لأننا في قضايا الصلح وجدنا تأثيرهم قوي جدا جدا. والمشكلة إن بعض هؤلاء الشيوخ ولا العمد ولا المدراء ما يدري، يمشون على كيفهم، هو ما يدري. مثل أعطيكم أمثلة، مثل شيخ القبيلة مثلا، يجي واحدة من جماعته رجال في خير كريم يحب العلم الغانم، يسوي له حفل كبير ويجمع له القبائل والرجال، ويجي عند شيخي يقول له شيخي فلان عندي حفل مسويه وباسمك وباسم قبيلتك وباسمي وعلم غانم وربط جسور المودة مع القبائل الأخرى ومع الناس، وهذه شيم وقيم تعودنا عليها. يقول الشيخ تم، يروح من عند الشيخ. البطانة السيئة اللي جالسة مع الشيخ تروح تقول ميده أنت صاحي ولا مجنون؟ هبك أنت بتروح لفلان ولد فلانة، هبك هو مغرب يتزعم عليك ويبغى يتشيخ ويبغى المدايح ويغايرك، ليش يم تروح له وانت الشيخ وانت راعي الشداد وانت ابوك فلان وجدك فلان وخالك فلان؟ هم ينفخون صدر الشيخ ذا لين يعي، هم يعودي يقوم الحفل ما يحضر مع رفيقه ولا مع جماعته، ويحضرون ذول البطانة السيئة ملمطونهم، والشيخ المطاليق يقابلوا المطاليق وفي علم غانم ومقام مشرف وهو مستكم مع مرته بسبب آراء هؤلاء البطانة السيئة. ومثلا مدير الدائرة يجيكم موظف يقترح طريقة في العمل سهلة لخدمة المراجع أو المواطن، يقومون الموظفين الكسالى الآخرين المدير قالوا انتبه منه، تراه من غير قصده يبغى يطلع على كتفك، يبغى يسوي نفسه أفهم منك، يعني قصده إن طريقتك الإدارة سيئة. يقومون يحرشون على هذا الموظف لين يقوم المدير أما يحطمه أو يحطم معنوياته أو حتى يتسبب في تطفيشه من هذا العمل. وقس عليها كثيرا من الأمور، سواء عمدة الحي أو مشرف الجروب أو مدير الجيران أو مدير الرحلة أو أيا كان. الأشخاص اللي حواليك دائما لهم تأثير عجيب على قراراتك وعلى ردات فعلك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فاختر رفقائك واختر أصدقائك واختر بطانتك بعناية. نسأل الله أن يرزقنا وأنتم البطانة الصالحة التي تعيننا على الخير وتدلنا عليه، ويكفينا وأنتم شر البطانة السيئة التي تعين على الشر وتدل عليه يا رب.